ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى اعمل لكم اكله جباره، اكله حصري محدش عملها قبل كده. الجندوفلي بالمكرونه الوايت صوص. الاكله دي تحفه، والاكله دي بتطلب في المطاعم، بتبقى غاليه جدا جدا ومكلفه. وانا يعني قعدت افكر كده، عايزه اكل ولادي حاجه جديده تكون طبعا مفيده، وفي نفس الوقت هي لو رحتي مطعم وجبتيها من بره هتبقى غاليه جدا. طب ليه انا ما اعملهمش كل حاجه اقدر اعملها لهم في البيت، وحاجه انا عاملاها بايزي وضمناها. على فكرة يا بنات، الجندوفلي مش غالي، يعني ده كان كيلو، احنا عندنا في اسكندرية الكيلو ب100 جنيه. تمام، ومالي السوق دلوقتي. انا جبت الجندوفلي، جبت كيلو وغسلته كويس قوي، لان بيبقى فيه رملة، لازم تفتحي عليه مية جارية كده وتبقي حاطاه في مصفى عشان ينزل كل حاجة. تمام، هجيب طاسة حلوة كده عندي تكون كبيرة، وانا بشرب فيها بصلتين كبار يكونوا مبشورين كده زي ما احنا شايفين، واديهم تشويحة على النار. لمجرد ما احس اللي ابتدت تدبل هحط معلقة توم كبيرة. تمام، وهفضل برضو اشوح فيها مع البصلة. خليكي معايا وهعلمك كل حاجة جديدة وكل حاجة موجودة في المطاعم. طبعا هنا كنت حاطه، قطعت قرن فلفل كبير كده سبايسي، اللي مش حابب ما يحطهوش خالص عادي، ممكن تستغني عنه. تمام، وهفضل اقلب فيه. هنزل بقى بالجندوفلي القمر بتاعنا ده بعد ما غسلته غسله حلوه قوي، واتاكدت اللي ما فيهوش رمله ولا اي حاجه. وعايزه اقول لكم والله كان حي، يعني ما شاء الله مالي السوق، وهتلاقيه حلو قوي دلوقتي. حطيته كده برضو ياخد تقليبه معاه، يندمج مع المكونات اللي انا عاملاها. البهارات بتاعتي عبارة عن ملح، كمون، الفلفل الاسمر بيبقى اقل حاجة، يعني كل حاجة مثلا حطي منها معلقة. الفلفل الاسمر ممكن تحطي منها ايه، نص معلقة. وما تكتريش في الملح، لان هو بيبقى يعني ايه، في نسبة الملح بتاعته عشان ما يطلعش معاكي حاجة. هنا كنت انا بشرة طماطمتين، كنت ضربهم في الكبة، عايزة تبشريهم ابشريهم. انا مش عايزاهم صلصة زي المكرونة كده، لا انا عايزاهم ايه، خشنين شوية. بصوا اللهم بارك، محطتش مية لان هو بينزل الصوص بتاعه. بصوا، انا خدت الكميه بتاعتي، خدت جزء منها ونضفتهم كده. ماشي. بسلق المكرونه عادي، اي مكرونه انت حباها. انا ولادي كانوا حابين اللي انا اجيب لهم المكرونه العقل الصغيره دي. وفي نفس الوقت هنا بعمل الصوص بتاعي، هو مش بشاميل، هو صوص. هتشوفوه دلوقتي، مش هحط فيه بيض خالص، يعني انا حطيت فيه معلقه سمنه وحبه زيت كده حلوين، وحطيت عليهم بتاع 3 معالق دقيق. تمام، تقليبه حلوه يا قمر. ونزلت باللبن. وعلى فكره يا جماعه، انا الصوصات دي بعملها باللبن البقري، مش الجاموسي. حابه تعملي بالجاموسي براحتك، بس انا ايه، هو البقري بيبقى اخف شويه فبعمل بيها الصوصات دي. بفضل اقلب، هحط عليها ملح، فلفل اسمر، وهحط عليها مكعب مرقه. هو ده الصوص بتاعي مش اكتر. وافضل اقلب فيه. عايزه حابه تضيفي جبن ممكن تضيفي عادي جدا، بس انا حطيت هنا مرقه عشان تديله النكهه. تمام، وعايزه اقولكوا كان زي العسل. وزودت على فكره شويه ميه، لان انا حطيت كيلو لبن، وكنت حاسه اللي هو لسه عايز يزود ميه كمان، زودت شويه ميه بتاع كوبايه كده. فضلت اقلب لحد ما خدت القوام اللي انتوا شايفينه ده. جبت الصينيه بتاعتي اللي هم هياكلوا فيها، لان انا مش هدخله الفرن. المكرونه طبعا اتسلقت وشطفتها زي ما احنا شايفين. بشكر جدا حبايبي اللي متابعيني وبيدعموني باللايك وبيدعموني بالكومنتات، واتمنى اللي مشتركش في القناة يخش يشترك وهيشوف كل جديد بإذن الله. القناة بتاعتي محتواها جميل جدا، وبتوفر عليكي وبتأكلك، بتخليكي تأكلي ولادك كل حاجة نفسهم فيها، وحاجة نظيفة. انا طبعا حطيت المكرونة، حطيت صوص الاول، بعد كده المكرونة، وبعد كده حطيت الجندوفلي اللي انا منضفاه، وحطيت عليها صوص كده زي ما احنا شايفين، غرقتها يعني اللهم بارك، غرقتها. بعد كده بقى هرص الجندوفلي بتاعي، وبألف هنا يا قلبي.